تخيلوا واحدة فاكرة إن الفلوس هي كل حاجة، بس في النهاية تكتشف إن طمعها هو اللي ضيع كل حاجة. يا جماعة، دي حكاية منى، بنت مصرية أصيلة، بس قلبها كان مليان طمع وغباء، فاكرة إن الفلوس هي كل السعادة. قصتها هتعجبكم جدا، صدمات حادة وأحداث هتخليكم تعيشوا معاها كل لحظة غرور كانت فيها منى، من الخطوبة اللي بدأت بحلم وردي للخيانة اللي هي نفسها صنعتها لحد النهاية اللي علمتها الدرس عمرها. لو عايزين تعرفوا ازاي منى دمرت نفسها بسبب طمعها، كملوا معانا وما تنسوش اضغطوا لايك، اشتركوا في القناة واكتبوا تعليقكم. يلا ندخل في حكاية منى. أنا منى، بنت من المعادي، 28 سنة. كنت عايشة حياة بسيطة، بس عيني دايما كانت على الفلوس. من وأنا صغيرة كنت بحلم أعيش زي نجمات السوشيال ميديا، عربيات فخمة، شنط ماركات وفساتين غالية. كنت بشوف بنات الحي اللي عايشين في بيوت شيك ويقضوا يومهم في كافيهات وأقول لنفسي دي هتبقى حياتي. أبويا الحاج سمير كان تاجر قماش، عايشين في شقة كويسة، بس أنا كنت عايزة أكتر. كنت بقول لأمي أنا لازم أتجوز واحد غني عنده عربية وشقة فخمة. أمي كانت بتحذرني، يا منى الحب والأمان أهم من الفلوس، بس أنا كنت بضحك وأقول الحب مش هيشتريلي لنفسي فيه. في يوم اتعرفت على خالد، محامي الشاب وسيم، عنده مكتب في وسط البلد، وكان عنده عربية BMW سودة. أول ما شفته حسيت إنه تذكرتي للحياة اللي بحلم بيها. خالد كان ابن ناس، لبسه شيك وكلامه زي العسل. يا منى انت زي الأميرة، هعيشك في نعيم. عيني لمعت، مش عشان خالد بس، لأ خالص، بس عشان العربية، المكتب، والحياة اللي كنت شايفاها معاه. وافقت على الخطوبة بعد شهرين من المعرفة. أبويا وأمي حذروني، يا منى انت بتتسرعي، بس أنا كنت شايفة بس العربية الBM والفرح اللي هيتصور في قاعة 5 نجوم. الخطوبة كانت زي الحلم، خاتم دهب، فستان شيك، وكل الحي بيتكلم عني. منى خطبت المحامي اللي عنده BMW. بعد 6 شهور من الخطوبة بدأت أحس إن خالد متغير، كان بيبقى مشغول كتير وما بقاش ياخدني في خروجات زي الأول. في يوم ركبت معاه العربية ولاحظت إنه بيتصرف بعصبية. سألته مالك يا خالد؟ قال لي بصوت هادي بعت العربية. حسيت إن الأرض اتهزت تحتيا. بعتها؟ ليه؟ قال لي في ظروف في الشغل، بس ما تقلقيش كل حاجة هتتصلح. بس أنا ما كنتش شايفة غير إن الحلم بيضيع. العربية دي كانت رمز الرفاهية اللي بحلم بيها. واجهته بصراحة، يا خالد ليه تخطبني وانت عارف إنك مش هتقدر تكمل بنفس الإمكانيات؟ رد عليا ببرود خلاني أحس إني رخيصة. انتي مخطوبالي أنا ولا للعربية؟ غضبت وقلت له أنا وافقت عليك لأسباب كتيرة، والعربية كانت واحدة منهم. مش العيب إنك تبيعها، العيب إنك تبدأ حاجة وتغير كل التفاصيل بعدها. خالد بصلي بنظرة مليانة خيبة وقال تمام، طالما كده يبقى مش هينفع نكمل، كل شيء نصيب. أنا وقتها فكرته متضايق وبيبالغ، قلت له خلاص هدي نفسك وهنتكلم بعدين. بس بعد كام يوم أخته جات البيت، خدت الخاتم وكل حاجته، وكل حاجة خلصت. حسيت إني اتضربت على قفايا. خالد اختفى، ما بقاش يرد على مكالماتي ولا حتى بوست على الفيسبوك. كنت فاكرة إنه زعلان وهيرجع يصالحني، بس أنا كنت غبية. بعد 4 شهور من الصمت وأنا لسه بحاول أفهم إيه اللي حصل، فتحت الفيسبوك في يوم وشفت بوست من خالد كاتب الحمد لله هكتب كتابي بعد العيد الكبير، ادعولي. وتحت البوست صورة لي مع بنت تانية لابسة خاتم زي اللي كان عندي بس أغلى. حسيت إن قلبي اتقطع. البنت دي رنا، كانت زميلته في المكتب، بنت هادية بس مش زي في الجمال ولا الشياكة. كنت دايما بضحك عليها في سري، بقول دي شكلها بيئة مش هتعرف تسرق عين خالد. بس أهو هي اللي كسبت وأنا اللي خسرت.
قهرتي إني حسيت إني اترميت زي الجزمة القديمة. خالد استبدلني من غير حتى ما يبرر، من غير كلمة واحدة. اتصلت بأخته وسألتها: إيه ده؟ خالد هيتجوز؟ قالت ببرود: رنا بنت كويسة وهو قرر يكمل معاها. حسيت إن الأرض بتتلف بيا. كنت ببكي وبقول لنفسي: أنا غلطت في إيه؟ بس الحقيقة اللي عرفتها بعدين إني أنا اللي دمرت نفسي. عرفت من صديقة ليا إن خالد كان بيحب رنا من قبل ما يتعرف عليا، بس أهله ضغطوا عليه يخطبني عشان شكلي ومستواي الاجتماعي. لما شاف طمعي وإني مركزة بس على العربية والفلوس، قرر ينهي الخطوبة ويرجع لرنا اللي كانت بتحبه بجد. الأيام اللي بعدها كانت جحيم. كنت قاعدة في أوضتي ببكي وبفتح صور خالد وأقول: حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أمي كانت بتحاول تهديني: يا منى، انتي اللي غلطتي لما ركزتي على الفلوس. بس أنا كنت غضبانة، مش عايزة أسمع أي حاجة. الحي كله بقى بيتكلم عني. منى اللي كانت مخطوبة للمحامي وسابها عشان واحدة تانية. كنت بحس بالذل كل ما أخرج. مرة شفت رنا في مول لابسة فستان بسيط بس شيك ومعاها خالد. كانوا بيضحكوا وهو ماسك إيدها. حسيت إني بغلي من الغيرة. حاولت أعدي قدامهم وأضحك بصوت عالي، بس خالد حتى ما بصش ناحيتي. في لحظة يأس كتبت بوست على الفيسبوك: اللي يخون مش راجل. بس الناس بدل ما يواسوني بدأوا يعلقوا: انتي اللي كنتي طماعة وعايزة الفلوس. حسيت ان الدنيا كلها ضدي. اصحابي بدأوا يبعدوا عني عشان كنت دايما بتكلم عن خالد ورنا، وبقيت زي اللي بموت من القهر. بعد شهور من البكا والقهر بدأت أفوق. أختي الصغيرة هبة قعدت معايا يوم وقالت: يا منى، انتي اللي دمرتي نفسك. لو كنتي حبيتي خالد بجد مش عشان عربيته كنتي دلوقتي عروسة. كلامها كان زي الصفعة. لأول مرة بدأت أبص لنفسي في المراية وأسأل: أنا مين؟ قررت أغير حياتي. بدأت أشتغل في شركة دعاية وأتعلم إزاي أعتمد على نفسي. بدأت ألبس ملابس بسيطة وأركز على شغلي بدل المظاهر. بس الدرس اللي أخدته كان قاسي. كل ما أشوف خالد ورنا في بوست جديد كنت بحس بالوجع، بس في نفس الوقت كنت بتعلم إن الفلوس مش كل حاجة. بعد سنة خالد ورنا اتجوزوا وعملوا فرح كبير. أنا كنت مدعوة بس مرضتش أروح. بدل ما أبكي قررت أكمل طريقي. بدأت أوفر فلوس وسجلت في كورسات تسويق وفتحت مشروع صغير للدعاية على السوشيال ميديا. النهاردة أنا مش المنى اللي كانت بتحلم بالعربية البي ام دبليو. أنا منى اللي بتحلم تكون قوية وتعتمد على نفسها وتتعلم من غلطاتها. الطمع وجعني بس علمني إن الحب الحقيقي أغلى من أي فلوس. يا جماعة، دي كانت حكايتي، حكاية منى البنت اللي طمعها عماها، بس في النهاية اتعلمت وكتبت حياتها من أول وجديد. لو عجبتكم القصة المليانة دراما وصدمات، اضغطوا لايك واشتركوا في القناة واكتبوا تعليقكم. انتوا شايفين إن منى كانت تستاهل اللي حصل لها؟ ولا كان المفروض تكمل مع خالد؟ احكولي رأيكم ومستنياكم في الفيديو الجاي.